كرمت إحدى وسائل الإعلام اللبنانية الفنان اللبناني يوسف الخال عن مجمل الأعمال الفنية اللي شارك فيها في بيروت. الفنان اللبناني يوسف الخال هو زوج الفنانة والمطربة اللبنانية نيكول سابا، وقدم مجموعة كبيرة من المسلسلات اللبنانية كان آخرها مسلسل سوا. يوسف الخال قدم أعمال درامية مهمة زي مسلسل تشيلو اللي قدمه السنة اللي فاتت ومسلسل خاتون، وكان سعيد جدا بالتكريم عن الأعمال دي. اليوم التكريم قديش بيعني لك شخصيا يوسف، وقديه هيك بيعطيك بوش لقدام اكثر؟ التكريم بيعني الحقيقه شغلتين، يا واحد بلش يكبر بالعمر او واحد صار عنده انجازات كتير والناس حبتها، فعلى الحالتين التكريم حلو. دايما التقدير من الناس او من المعنيين بالمجال بيعطيك حافز لانك تضلك عم تشتغل باندفاع اكثر وبحب اكثر، اكيد يعني ما في شك. وحلو انه يعني هذا الشيء بيريح، انه بأكد لك انه الجهد اللي عم تعمله عم ينشاف. الفنان يوسف الخال قدم كمان أعمال درامية في التلفزيون اللبناني، كان أشهرها مسلسل باب إدريس ومسلسل سارة، وقدر إنه يحقق شهرة عربية كبيرة. ما في شك كل محطة في إلها نقلتها، يعني ما بنسى أبدا محطة مسلسل سارة، كان عمل كمان محليا عم بحكي نقلة كثير كثير لطيفة بمهنتي، بيرجع من بعدها باب إدريس إلى أن محليا برجع بكرر أشرقت الشمس، كان الأعلى اعلى بالريتنج واعلى بنسبه يعني اكثر مسلسل انحضر وانحب. في كثير مسلسلات بتنحضر كثير وبتنسب، نحن من المسلسلات اشرقت اللي انحضر كثير وانحب كثير. أما عن أعماله الجديدة فكشف لنا يوسف عنها وعن التحضيرات اللي بيعملها الفترة الجاية، بالذات إنه معروف إن يوسف الخال بيختار أعماله بعناية جدا وبيختار أدوار يكون ليها أبعاد اجتماعية. مسلسل نمطه جديد إلى حد ما، غير مألوف، غير مبني على قصة حب بتبلش من الأول ولا على قصة حب بتبلش بالنص، أو إذا بلشت بآخر 10 حلقات ما لحقت تبلش رجعت خلصت ورجعت يمكن تبلش. فهيدا نمط جديد من المسلسلات يلي هو نوع مفروض يكون موجود، مش يعني هو الصح او هو الغلط وغيره الصح وغيره الغلط، بس هيدي تركيبه جديده غير مبنيه على انه الفقيره بتصير غنيه او الفقير بصير غني وبيرجعوا بيجتمعوا بيطلقوا. عملناه بباب ادريس وعملناه باشرقت وعملناه بعده امور. الناس ما في شك بتحبه، هذا نمط معين هو صح بالمحل، يمكن بيصيب شريحه اكبر من المشاهدين، هذا غير موضوع، بس نمط سوا مثل الكوميدي مثل الاكشن مثل السسبنس، كل واحد بيصيب شريحة معينة من الناس. وفي آخر لقائنا مع يوسف الخال سألناه عن علاقته بالدراما المصرية، وكانت إجابته مفاجأة جدا، ووجه كمان تحية لكل الجمهور على شاشة روتانا. ما بعرف شيء عن الدراما المصرية إلا من خلال نيكول. كل بلد عنده خصوصيته بتنفيذ الإنتاج وطريقته بالتصوير وطريقته بالذوق وطريقته بالنصوص وطريقته باللهجة وإلى آخره. الدراما اللبنانية معروف جودتها، إنه فيها تكون أحسن، أكيد فيها تكون أحسن بالجودة لتقدر تطلع على الوطن العربي. أشكرهم على متابعتهم وعلى محبتهم وأنا بتابع كل شيء. خليني أقول شغلة، إن كان إنستغرام أو تويتر أو فيسبوك بتابع كل تعليق بينكتب، بس نادرا ما علق أو رد أو أكبس إني شفت، بس خلي الكل يعرف إنه أنا بشوف كل شيء وبحترمهم على كل آرائهم فيما الجيد منها فيما يخص الاشياء الفنيه والمحبين اللي عم بتابعوا. بوجه لهم الف تحيه، وان شاء الله كل سنه نحن نعمل الشيء اللي بيليق فيهم. الجهة اللي كرمت الفنان اللبناني يوسف الخال أكيد كان ليها دوافع وأسباب، وده اللي عرفناه من الإعلامي اللبناني رجا نصر الدين اللي كشف لنا عن سبب تكريم يوسف الخال. يوسف الخال لأنه من بعد نجاح مسلسل سوا، وإذا ما نحكي شوي عن الممثلين اللبنانيين يعني كشباب، بتلاقي إنه طبعا في عدد كبير وأسماء عم تطلع كثير اليوم من النجوم اللبنانيين الممثلين، بس إذا بدنا نميز دائما بنميز يوسف الخال، هيدا باستفتاء الشعب، باستفتاء النقاد، باستفتاء الصحافة، انه يوسف الخال تميز وسبق يمكن غيره باشواط. فكان في اذا بدك دراسة لتكريم ممثل لبناني من قبل إدارة صوت الغد، وتم الاختيار على يوسف الخال طبعا على المجهود اللي عمله برمضان وعلى نجاحه بمسلسل سوا مؤخرا.